اهلا وسهلا فيكم حبايب قلبي، وين ما كنتوا عم تتابعونا. اول شي صلوا على النبي، ولا تنسوا الاشتراك في القناة وتفعيل زر الجرس كي يصلكم كل جديد، وشكرا. اليوم راح اعملكم يا غوالي الزبدة في البيت بأسهل الطرق، ومكونات مضمونة ومضمونة النجاح ان شاء الله. هون عندي كاسة حليب زينا على الميزان 450 جرام. وهون عندي نص كاسة زيت. وهون عندي خل ابيض معلقتين كبار، طبعا انتو اي نوع خل. وهون عندي ليمون حامض معلقة كبيرة. وهون عندي زبدة 100 جرام. وهون عندي جامر او قشطة الحلويات 200 جرام. طبعا انا راح اعملها على ايدي، بس انتو اذا عندكم خلاط او ماكينة اعملوها. وهلا حطينا الجامر، وهلا بدنا نحط الحليب. بسم الله. وهلا بنحط معلقتين الخل الكبار ومعلقة الليمون. بسم الله. بدنا نبلش نحرك. والزبدة طبعا يا غوالي بدكم تذوبوها على النار وتحطوها، بس لازم تحركوا كتير منيح، يعني لا تحسوا انه ايدكم عضلت او شدت عليكم. وهلا طبعا انا حطيتها على النار. فيكم كمان تعملوا السمنة والزبدة من الكريمة نفسها، بس مو كريمة الحلويات. فيه كريمة تجي مو حلوة، اما تبع الحلويات ما بينفع تعملوا فيها. ما شاء الله، شوفوا لي على القوام يا غوالي. لازم تضلوا تحركوا لتعضل ايدكم. انا عضلت ايدي بصراحة. وهلا بس يجمدوا بخليهم لا يبردوا، بعدين بحطهم بالشكل اللي انا بدي اياه. لازم تضلوا تحركوا بسرعة مثل الماكينة. هلا بعد ما ذوبت الزبدة، بسم الله، ومنفضي الزيت. ما شاء الله، شوفوا لها القوام يا غوالي. هيك الزبدة صارت عندي جاهزة، بس بدي اخليها، بدي احطها بالبراد مدة ساعة لتجمد. هلا